أود أن أنوه وأن أشكر اللجنة التحضيرية لهذا اللقاء اللي تنعتبروه مهم جدا، وهذا تيجي لاعتبارات عدة. فنيابة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر، المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية، وكذلك نيابة عن الفريقين الحركيين بمجلسي البرلمان، لكم جزيل الشكر لتناول هذا الموضوع مهم جدا وما احوجنا لمخرجاته ان شاء الله كما جاء على لسان السيد الامين العام للحركه الشعبيه قنعتها في مجموعه من القضايا، وبالذات القضايا الاسريه والمجتمعيه، ولكن بدون شك ان مخرجات هذا اللقاء ان شاء الله سوف تغني الورقه التحضيرية اللي تقوم بصياغتها إلى جانب مجموعة من الأساتذة الأجلاء، الأخت الدكتورة فاطمة الكحيل اللي تترأس اللجنة الفرعية للأرضية السياسية، وكذلك على مستوى غرفتي مجلسي البرلمان نحن في حاجة لهذه التوصيات للعمل وفق التوجيه الملكي السامي من خلال خطاب العرش الأخير، واللي بين على أن من خلال 18 سنة من صدور المدونات الأسرة واللي حلت محل المدونات الحقوق الأحوال الشخصية، بان على ان هذا القوانين المتعلقه بالاسره ربما في حاجه لقراءه جديده. لماذا قراءه جديده؟ لان اولا هذا المدونه اللي جات في 2004 وكانت من المكتسبات الكبيره للاسره انطلاقا من الاطفال ومصلحتهم الفضلى، وكذلك من مصلحة المرأة والزوج ومصلحة المجتمع ككل. هذا المدونة طبعا معلوم على أنها جابت واحد العدد ديال الحقوق، ولكن اليوم وصلنا للإصلاح. علاش هذا الإصلاح؟ هذا الإصلاح جاء أولا انطلاقا من الدستور ديال 2011 اللي جاب واحد المكانة وعزز الحقوق ديال المرأة في المجتمع المغربي، و يعني جاب اطار مهم هو احترام الثوابت الدستوريه والهويه ديال المجتمع المغربي المتنوع بالمكونات ديالو والروافد كذلك. ومن خلال التجربه بان على انه من الضروري يعني الاصلاح، خاصه فيما يتعلق بعدم تنفيذ الاحكام القضائيه تزويج القصيرات بالقوانين اللي بقات حابسه المدن الكبرى، بحيث دابا هاد القوانين تنوجدوهم في مراكش، الرباط، الدار البيضاء، ولكن في البوادي وفي قمم الجبال تقريبا لا اثر للمدونه، وكان لابد ما تتم هذا القراءه. انا اللي يعني بغيت ناكد عليه هو ان المدونات الاسره طبعا تحتاج المراجعه والتدقيق والتنقيح، وتحتاج كذلك لمعالجه صريحه وقابله للتطبيق. يعني مثلا الوساطه والصلح هذو خص يكونوا بواحد الشكل اكثر دقه واكثر قوه واكثر حظوظ، ما يكونش فقط محاولات الصلح ليس الا ومن بعد تنجبروا العدد والنسبه الطلاق موجوده وبشكل كبير. تطبيق المواثيق الدوليه طبعا والقوانين الوطنيه، طبعا المغرب عنده موقع ومسابقه على واحد العدد المعاهدات لابد ان نبقى دائما، وكما هي العاده في المغرب الحمد لله نحترموا هذا المواثيق الى غير ذلك. المهم هو اننا ننتظر من المخرجات، وان شاء الله ان
نبقاو كبرلمانيين معكم هنا حاضرين كذلك كلجنه تحضيريه حتى ناخذوا التوصيات، واللي بدون شك كيف قلت قبل قليل غتغني العمل والادبيات اللي الحركه الشعبيه تتعمل عليها، الهويه الثقافه والتربيه الامازيغيه العربيه اللسانيه، الحركيات والحركيين هي موجوده ومن اسس المرجعيه بعد الملكيه الدستوريه، ولكن كذلك لابد من يعني تعيين الوثائق والادبيات، وبدون شك ان شاء الله غادي يكون عمل جيد لكم ولكم جزيل الشكر.